الفول الأخضر من الخضروات اللي موسمه قصير جدا وما بتوفر طول السنة، وكيف ممكن نحافظ على لونه الجميل لأكثر من سنة. يلا نشوف مع بعض. بعد ما غسلت الفول وصفيته بنتخلص من راس الفول وذنبه والعرق اللي على الجنب قدر الإمكان. قطعوا الفول بالحجم اللي بتفضلوه. لاحظوا كيف حافظ الفول على لونه الأخضر بعد التفريز، وشوفوا كيف ما في فرق قبل وبعد التفريز. بنحضر مي متلجة وبطنجرة على النار بنغلي مي وبنضيف معلقة كركم. بنضيف الفول الأخضر وبنقلبه قلبتين. نرفع الفول وبنضيفه على المي المتلجة. برد الفول بنرفعه وبنصفيه. وهون حبيت أفرز فول صحيح بدون تقطيع. شوفوا كيف النتيجة. بنقلبه قلبتين بالمي المغلية وعلى المي المتلجة وبنصفيه. برد الفول وتصفى كويس بنعبيه بأكياس والوزن حسب الرغبة. ممكن تساعدكم قصبة العصير بتفريغ الهواء. بنضغط على الكيس بنفرغ الهواء، بنتخلص من القصبة وبنقفل الكيس. وهيك صار الفول جاهز للتفريز. عملت لكم هالطبخة من الفول المفرز من السنة الماضية، لونه أخضر جميل وطعمه بشهي. أتمنى تكونوا استفدتوا. صحتين وألف عافية.